مرحباً. إنها أكثر سحلية ودودة ستقابلها على الإطلاق. بالفعل، لا داعي لدفع مبالغ طائلة لشراء جينز ممزق من المتاجر الفخمة. فقط علق سروالك في الفناء الخلفي ودع مارفن يمزقه لك، وستغدو أنيقاً في لمح البصر. سيتوجب عليك استبدال حبل الغسيل من وقت لآخر، لكن الأمر يستحق. توقف عن التنفس بهذه الطريقة. كشف أمرك. أنت قيد الاعتقال. أمسك الخرطوم. لجأت إلى أسلوب فريد في غسل كلبها، حيث شمل غسيل السيارة والممر والمنزل والمناشف وسيارة الجيران ومنزل الجيران، بالإضافة إلى غسل نفسها أيضاً. ما عساها أن تقول إنها متعددة المهام. كلاهما يترقب الكرة. حسناً جميعاً، من يصل أولاً يفوز. أنت متأخر جداً. في السنوات العشر التي حاولا فيها، لم ينجح أحدهما في التقاط أي مكعب ثلج على الإطلاق، وسجل الفشل هذا ما زال مستمرا. إن وصلت زرافة إلى مخيمك عن طريق الصدفة، إياك والاقتراب منها. إياك. ستعتقد أن التجديف هو إحدى الرياضات التي لا تحتاج إلى ارتداء خوذة عند ممارستها. حسناً، أنت مخطئ. ظل أصدقاء الأخطبوط يخبرونه بضرورة حصوله على منزل أكبر، وأنه سيكون أكثر راحة، لكنه لم يمانع في الواقع صغر منزله، فبالنسبة إليه هذا منزله، بالإضافة إلى أن الانتقال سيشكل عبئاً عليه. لا شيء أكثر إرضاءً من الضغط على طباعة عند اكتمال مهمة. ثم ظهر كوبر. لا يا صديقي، لا يا كوبر. 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 لهذا السبب عليك دائماً طباعة نسختين على الأقل. إن كنت تتناول الطعام أمام ماجي، فسترمقك بتلك النظرة دوماً. ماجي وسرعة لسانها بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. وفي النهاية ستأخذ لقمة منك بالطبع. إنه وقت النزهة. ربما من الأفضل أن نأكل في السيارة. هذا المصباح متوارث لأكثر من 70 عاماً. يا للهول. عندما يكون لديك قط فضولي جداً، تتعلم أن تكون سريع البديهة. إنقاذ جميل. يمكن أن يكون هطول الثلوج داخل المنزل سحرياً ومنوماً ومريحاً. انظروا. مهلاً، لا تهطل الثلوج داخل المنزل. إنه يمزق وسادة. حسناً. كان هذا مكلفاً. صندوق البريد. لست متأكداً من الذي ترك السلم هناك، ولكن أنا متأكد من أنهم ندموا على ذلك. هنا. لم يعلموا أنهم كانوا يجلسون على طاولته المفضلة. كانوا يأملون ألا يمانع، لكنه كان يمانع. في المرة القادمة يجب أن يجلسوا على طاولة الغزلان، فهي لن تكون غيورة مثل الفيل.
تلجأ إلى طرق غريبة إن لم تتمكن من استخدام منديل. كلاهما يترقب الكرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.